ليه اليهود متمسكين بفلسطين وعايزين يروحوا لها او عايزين يهجروا كل اللي فيها من العرب ويفضلوا المدينة بس دي بتاعتهم هم؟ لان ترجع اهميتها من زمان جدا. من اول امتى؟ من عهد سيدنا سليمان. هم فاكرين ان سيدنا سليمان الهيكل بتاعه مدفون في فلسطين، ومدفون فين؟ تحت قبة الصخرة. عشان كده عايزين يهدموا قبة الصخرة، والمسلمين طبعا مش سامحين لهم بده، لان المسجد الاقصى ليه اهمية كبيرة جدا عند المسلمين. طب يعملوا ايه؟ قالوا لك بقى نعمل لهم ابادة جماعية، نقتلهم، نهجرهم من بلدهم، نعمل اي حاجة عشان خاطر ندخل المسجد الاقصى ونخش عند مسجد قبة الصخرة ونهده، عشان هيكل سليمان مدفون تحت اللي هو قدس الاقداس بالنسبة لليهود. عرفتوا بقى ليه يا حبايبي اليهود عايزين فلسطين؟ يا حبيبي ان اليهود دول اكتر قوم ربنا سبحانه وتعالى نزل لهم انبياء ورسل. ليه بقى؟ لان هم قوم كانوا بيتصفوا بالعند، وبيسمعوش كلام ربنا، بيكفروا بالايات، بيقتلوا الانبياء، مش مصدقين اي حاجة خالص، واي حاجة ربنا يقول لهم عليها يعملوا عكسها على طول. وكانوا بيحرفوا في كل حاجة، حتى الانبياء اللي ربنا بيبعتها لهم عشان يهديهم بيها كانوا بيكذبوهم وبيقتلوهم، وكانوا اوحش حد في الدنيا. فعشان كده ربنا دعا عليهم ان هم ما يبقاش عندهم اي ارض، يعني ما يبقى لهمش ليهم وطن كده يعيشوا فيه، ويبقوا متفرقين في العالم كله بين الشعوب. طيب قالوا لك بقى لما هنرجع بعد كده، بعد ما ربنا دعا علينا، ربنا برضه قال لنا في التوراة انه هيرجعنا وهيدينا ارض تبقى بتاعتنا. طب الارض بتاعتكم دي فين؟ قال لنا هي عبارة عن دولتين كده جنب بعض، هي دي الارض بتاعتنا، هي مصر وفلسطين. ايه ده؟ طب اشمعنى مصر وفلسطين اللي اخترتوهم؟ قال لك والله فلسطين عشان خاطر فيها زي ما قلت لكم قبل كده قدس الاقداس اللي هو هيكل سيدنا سليمان، اللي هم فاكرين ان هم بيرجعوا بتاريخهم لحد سيدنا سليمان، ومش بس سليمان بس، لا كمان سيدنا ابراهيم وسيدنا يعقوب، وان هم دول الانبياء. طيب ومصر ليه هي كمان؟ قالك عشان خاطر سيدنا موسى النبي بتاعنا او اخر نبي نزل لنا، ربنا اداله التوراة في مصر. اداله التوراة في مصر فين بالظبط؟ في سينا. فاحنا كده عايزين فلسطين وسينا، او فلسطين ومصر، عشان خاطر هي دي بلدنا اللي احنا هنرجع ونقعد فيها. طب ويقعدوا فيها ازاي وان البلاد دي اصلا فيها شعوب بتاعتها مصر ما قدروش عليها؟ ومصر رجعت تاني للمصريين بعد ما جم احتلوها في حرب 73. فلسطين بقى من سنة 48 وهم راحوا هناك، ومن ساعتها ما حالفين يخرجوا، وبيقتلوا في الفلسطينيين وبيعذبوهم وبيهجروهم وبيعملوا فيهم كل حاجة عشان خاطر الفلسطينيين يسيبوا أرضهم. بس طبعا الفلسطينيين عمرهم ما هيعملوا كده. قالك بقى في العصر الحديث مين اللي ادى اليهود فلسطين؟ واحد اسمه بيلفورد. بيلفورد ده مين؟ ده كان رئيس وزراء بريطانيا. هو طيب بيلفورد ده ايه؟ طب بريطانيا ايه علاقته ان هو يدي اليهود وفلسطين، وايه اللي دخله في الحكاية دي؟ قالك ان ساعة الحرب العالمية الاولى اليهود في الفترة دي كانوا موجودين في الولايات المتحدة الامريكية، وكان عندهم نفوذ قوي جدا. فقالك احنا عايزينهم يساعدونا في الحرب العالمية كده عشان نكسب. طب انتوا عايزين ايه عشان تساعدونا؟ قالوا له احنا عايزين وطن يبقى لينا ارض كده زي كل الناس ونعيش فيها وتبقى بتاعتنا ونكتبها باسمنا. راح قال لهم طب انتوا هتساعدونا في الحرب العالمية عشان خاطر نقدر نهزم الدولة العثمانية، ومن الأملاك بتاعتها هنوزع عليكم حتة أرض اللي تختاروها وهنديها لكم. راح 1917 لما كسبت بريطانيا الحرب العالمية الأولى، راحوا مديين أو وعدوا اليهود بفلسطين، وده سمى وعد من لا يملك